السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي وأصحابي في كل مكان. معاكم أحمد الشاذلي من قناة المداح. يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وكالعادة قصة جديدة حقيقية، يا رب تعجبكم. قبل ما نروح نبتدي قصتنا النهاردة حابب أفكركم كالعادة اللي ما اشتركش يا ريت في القناة يشترك وتفعل زر الجرس وحط اللايك التمام عشان أخوكم أحمد الشاذلي. يلا بينا نبتدي قصتنا النهاردة وإن شاء الله تعجبكم. بتقول بطلة قصتنا النهاردة: حكايتي بدأت من وأنا طالبة في الجامعة. كنت بحب أسمع قصص الجن والعفاريت، وما كنتش بحب أسمع عن تحضير الجن أو عن السحر خالص. أنا كنت بحب أسمع القصص المرعبة بس. النوعية دي كانت بتشدني قوي وتخليني أفكر في العالم الغامض ده. عمري ما فكرت أجرب شيء حرام أو غلط أو أذي نفسي أبدا. أنا عارفة نهاية الطريق ده كويس، هأذي نفسي ليه؟ كنت بحب أسمع عنهم بس كفاية عليا. بس للأسف الشديد ما كنتش أعرف إن حبك للشيء والاهتمام بيه والسماع عنه ممكن يخليه يحبك هو كمان، لا وكمان يقرب منك ويجيلك لحد عندك. وده اللي حصل معايا بعد كده. المهم أنا خلصت دراسة الكلية واشتغلت فترة صغيرة مش كبيرة، واتخطبت واتجوزت بسرعة جدا وسكنت في بيت عيلة. بدأت حاجات غريبة تحصل لي. في مرة من المرات كان جوزي قاعد بيتفرج على التلفزيون، سألته: أعمل لك شاي معايا؟ رد عليا وقال وهو بيضحك قوي: ماشي اعملي شاي معاكي. عملت الشاي ورحت عشان أوديهوله. فجأة لقيته بيبصلي باستغراب قوي ويقول لي: أنا ما طلبتش شاي. الأول افتكرته بيهزر معايا وإنه بيعمل فيا مقلب عشان يضحك عليا علشان أخاف. وفي مرة تانية كنت داخلة الحمام، سمعت صوت جوزي وهو بينادي عليا. رديت عليه وقلت له: نعم عايز حاجة؟ رد عليا وقال لي: مفيش حاجة. قلت له: انت مش لسه منادي عليا؟ رد عليا باستغراب: انا مناديتش عليك خالص. كنت حاسة ان في حاجة غلط، وكمان صوت جوزي في حاجة غريبة. ما كنتش فاهمة حاجة للأمانة. حكيت لجدتي اللي بيحصل معايا. جدتي قالت لي: ما ترديش على أي حد ينادي عليكي إلا لما تكوني قدامه. وقالت لي كمان ما تناديش على أي حد بالليل أبدا. تمر الأيام وبدأت أسمع خطوات رجلين بتمشي في الشقة اللي فوق مني على طول، زي ما يكون حد بيجرجر حاجة تقيلة على الأرض. ما كنتش عارف أحدد بصراحة إيه الحاجة اللي ممكن تكون بتتجرى في التوقيت ده. لا ده الموضوع وصل لأبعد من كده كمان. أنا كتير كنت بسمع حد كأنه بيتنفس ببطء جنبي، زي ما يكون في حد معايا في الأوضة. كنت بحس بقشعريرة جامدة في جسمي. كنت ببقى خايفة قوي ومرعوبة، بالذات لما كان جوزي بيكون مسافر سفرية تبع الشغل وأنا بكون لوحدي في الشقة بالليل. وفي يوم من الأيام اللي كان جوزي مسافر فيها وكنت خايفة قوي فيها أبات لوحدي في الشقة، فطلبت من حماتي إنها تبات معايا الليلة دي في شقتي، لأني خايفة وما كانش ينفع أبات عندها في شقتها لأن عندها أولاد شباب لسه ما اتجوزوش. حماتي وافقت وطلعت معايا تبات في الشقة. وعلى الساعة 1 بعد نص الليل تقريبا لقيت حماتي بتصحيني وبتزعق بصوت عالي قوي، وبتزعق وبتقول لي: انت ازاي تتجرأي وتضربيني وانا نايمة؟ ازاي تتجرأي وتعملي كده فيا؟ انا كنت ببص لها وانا مش فاهمة حاجة ومش مصدقة اللي بيحصل، لاني مستحيل اعمل كده في ست قد امي، وخصوصا كمان انها حماتي. ولسه هنطق واقول لها انا مش ممكن اعمل كده، ما كملتش الجملة لقيتها بتقاطعني بغضب وقالت لي: الصباح رباح، عشان في حوالينا جيران، بس لما جوزك يجي انا لازم اخليه يطلقك. انت مش ممكن تفضلي على ذمة ابني بعد اللي عملتيه فيا. فضلت تزعق وتقول كلام كتير قوي. في الوقت ده انا ما كنتش فاهمة لو مستوعبة اي حاجة. وبعد خناقة كبيرة مشيت من اوضتي وهي بتزعق جامد قوي. خرجت وراها في الشقة ترجاها تسمعني، بس هي مش راضية تسمعني. ببص بعيني كده في أوضة الأطفال عشان ألاقي المفاجأة اللي نزلت على دماغي زي الصاعقة، وهي واقفة على الباب. حماتي نايمة بسبع نومة جوه الأوضة. أنا فضلت أصوت بصوت عالي وجريت وأنا مرعوبة، وفتحت باب الشقة وأنا في حالة جنون وأقول عفريت، ونزلت جري وجريت في الشارع بدون البيت لغاية ما وصلت بيت عيلتي، والحمد لله إنه كان قريب بعدين في شارع واحد. وأول ما وصلت عند أهلي
قالوا لي في ايه اللي حصل؟ ما كانوش فاهمين حاجه مني، انا كنت بصرخ وبقول عفريت عفريت. حماتي طبعا صحيت ما لقيتنيش في البيت. المهم وقتها قالوا اني ملبوسه من الجن والكلام ده. جابوا لي شيخ وقعد يقرا عليا قران كتير وصور معينه من المصحف. بعدها حسيت اني مستريح جدا ومفيش حاجه. قعدت فتره كبيره ما اسمعش ولا اشوف حاجه غريبه. بعدها سيف الصغير اتجوز وكانت علاقتي بمراته الجديده مش حلوه. كانت دايما تحرق دمي وتضايقني وتحرجني قدام الناس، وانا للاسف ما كنتش بعرف ارد عليها. فكرت اني اخوفها من شقتها لاني ما كنتش عارف اعمل معاها حاجه غير كده. كنت عايز اخد منها حقي وانتقم منها واعمل فيها مقلب. للامانه هي تستاهل من اللي بتعمله فيا. قلت لها بمكر: يا بنتي انتم بتتجرجروا ايه طول الليل؟ احنا ما عرفناش ننام، الصوت كان عالي جدا من الحاجه اللي كنتم بتجرجروها. عشان ترد عليا وتقول لي انا ما كنتش موجوده اصلا، انا وجوزي في البيت كنا بايتين عند ماما. كنت بخوف فيها واقول لها الحاجات دي واللي كان بيحصل معايا قبل كده وانا مستغربه. لحد ما في يوم من الايام لقيتها نازله الساعه 6 الصبح تخبط عليا وتهبد في الباب وهي بتصرخ وتقول لي انت ازاي تفتح عليا باب الشقه وانا مش عامله نسخه تانيه، وتصوت وتهبد على الباب وانا مش بنطق بكلمه عشان انا عارفه اللي بيحصل لها ده كان بيحصل معايا قبل كده. واكيد ده مش من تخويفي ليها وكلامي يعني، اكيد في حاجه تانيه. حالتها ساءت جدا وحماتي جابت لها شيخ للبيت للمرة التانية. الشيخ سأل هو في حد هنا وقع في منور البيت أو مات في البيت مقتول؟ حماتي ردت بتوتر وقالت أيوة يا شيخ. الشيخ رد وقال لها إيه اللي حصل بالظبط؟ فحماتي قالت كان في واحدة ست تخينة كانت عايشة مع أولادها في آخر دور. كانت بتكره القطط قوي، وفي يوم من الأيام ضربت قطة لحد ما ماتت وحدفتها من باب السلم. وبعدها كده بيومين كانت بنتها بتنادي عليها عشان ترد عليها من بير السلم. بنتها بتقول إن في اللحظة دي شافت وكأن في حد بيحدف أمها، بيشيلها ويحدفها بمعنى أصح من الدور الأخير عشان تنزل قدام عينيها ميتة. الشيخ قاعد يقرأ قرآن كتير في البيت علشان يخرج الجن اللي ساكن المكان وبيعمل كل ده. وبعدها فعلا ما بقاش في حاجة غريبة بتحصل أو أي حاجة بتظهر تاني. أما إحنا بقى بعد اللي حكيته حماتي ده سيبنا البيت وعزلنا ورحنا بيت جديد، لكن للأسف من فترة قريبة بدأ يحصل معانا اللي كان بيحصل في البيت القديم. وبهنا أحبابي وأصحابي في كل مكان نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة، واللي يا رب تكون عجبتكم. كان معكم أحمد الشاذلي من قناة المداح، وكالعادة قصة حقيقية. أتمنى منكم زي كل مرة الدعم بلايك وشير، وياريت اللي مشتركش في القناة يشترك. أشكركم وأشوفكم على ألف خير في قصة جديدة إن شاء الله. سلام.